ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم آمين أجمعين يا أرحم الراحمين. نبدأ معكم بسم الله وبنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا ميت أهلا وسهلا فيكم أحبابنا المتابعين. فيديو اليوم فيديو جميل جدا وريحته يمكن راح توصل لعندكم. عملنا الشيش الطاووق وعملناه على القلاية، أسهل من هيك ما في. تابعونا. هون عندنا 2 كيلو من صدورة الدجاج، قطعتها بهذا الحجم. يكون حجمها شوي كبير أفضل من إنه نعملها قطع صغيرة، حتى تحتفظ في عصارتها وما تكون جافة. فبنصحكم إنكم تعملوها بهذا الحجم. وعندنا هون كوب لبن رايب بمقدار تقريبا 130 جرام، بنزلها عليهم. وعندنا هنا 3 ملاعق طعام، 3 ملاعق مليانات من معجون الطماطم. وعندنا نص كوب من زيت الزيتون، وكوب إلا ربع من عصير الليمون. وهون في عندنا ملعقة طعام من الكزبرة الجافة المطحونة، وملعقة طعام من الهيل المطحون، ملعقة طعام من الملح، وملعقة طعام من الأعشاب الشوي الصديقاتي في المطبخ. طبعا هذول الأعشاب عبارة عن كزبرة وروزماري وزعتر مجفف ونعنع وبقدونس، وآخر إشي برش الليمون، كله مجفف ماشي. بستخدموه وطبعا هو موجود عند العطارين. بنستخدمه في بهارات الشوي. بنصحكم إنكم تجربوه. وعندنا هون ملعقة طعام من البابريكا. وهون في عندي ملعقتين طعام من معجون الثومة والزنجبيل والفلفل الحار. وهذا أنا عملته عندي في الفيديو اللي عملت فيه تفريز الثومة. اللي ما عنده المعجون هذا يعمل ينزل يعني ملعقة طعام من الثومة وملعقة طعام من الزنجبيل وفلفل حار حسب الرغبة. بخلطهم كلهم مع بعضهم. لازم أتأكد إنه أنا التتبيلة يعني غلفت فيها كل قطعة من قطع صدورة الدجاج. بعدين بدي أغلفها وأتركها على التتبيلة هاي لمدة تقريبا 5 دقائق، 5 ساعات ل6 ساعات أقل إشي. وإذا كان قبل في ليلة بكون أفضل بكثير. وبما اني كنت لسه مش شاربة قهوتي قلت خليني اسوي لي كاسة قهوة. طبعا زي ما انتم شايفين كاسة شفاف. يمكن الناس اللي ما بيحبوا القهوة راح يستغربوا، لكن اللي بيحبوا القهوة ما راح يستغربوا، لانه احنا بنوصل مرحلة مدمنين القهوة يعني انه بنصير نحب معشوقتنا السمراء هيك في اشي شفاف، فبنشربها في كاسات حتى نستلذ، مش بس في الطعم، نستلذ في المنظر كمان. فانا بحب اعملها احيانا كثير يعني في كاسة شفاف زي هيك. واذا انتبهتوا الحبتين البيض الصغار هذولا سكرين، انا بشربها حلاوتها وسط، بشربها على سكرين. وكمان حبيت هيك ادلل نفسي وحطيت لي كاسة قهوة، فرحت اشربها حتى ارتاح شوية من شغل المطبخ وتعب المطبخ. وبعدين ان شاء الله بنرجع للوصفة. هون ببدأ أشك في الشيش طاووق. وهون زي ما انتم شايفين فرمت عندي فلفل أخضر ماشي، وفرمت عندي بصل تمام. فبين كل قطعة والثانية راح أحط قطعة فلفل وقطعة قطعة من الفلفل أو قطعة من البصل. طبعا بالنسبة للخضار هاي حسب الرغبة وحسب يعني إذا عيلتك بتحب الخضار أو البصل مع الشيش طاووق ولا لا. تمام. فأنا لأنه أطفالي مش كثير بيحبوا الخضار، فبس اكتفيت في الفلفل الأخضر والبصل مع الشيش طاووق. بشكهم كلهم وبجهزهم للمرحلة اللي بعديها.
وهون قلت لكم أنا بستخدم القلاية. هون يا دوب وضعت ملعقتين طعام من السمنة ذوبتهم في القلاية، وبعدين ببدأ أنزل فيها، ولازم تكون الحرارة عالية تحت الشيش طاووق. تمام، حتى أنا أحافظ قدر الاستطاعة على العصارة اللي موجودة داخل حبات الشيش طاووق. حاولت هنا إني أحط الثقالة هاي لكن طلعت كبيرة شوية، فلا تضحكوا علي، راح أفرجيكم شو حطيت بدالها. طنجرة كويسة حتى إيش أثقل قطع الشيش طاووق. ماشي، بدي أغطي فيها القطع، وتقريبا بدها تاخذ 10 دقايق حتى أضمن إنه استوت وتحمرت من تحت. طبعا مشان أختصر على حال الوقت كمان رجعت جبت قلاية كبيرة وحطيت فيها وحطيت الثقالة اللي شفتوها. بالنسبة للتتبيلة اللي ظلت بدي كمان هنا أحطها في قلاية وأطبخها لمدة 10 دقائق حتى إيش، حتى أدهن فيها قطع الخبز اللي بدي أحطهم تحت قطع الشاش طاووق في التقديم النهائي. هون أفرجيكم كيف صار ما شاء الله بعد ما حمرناه. قلنا أول مرة على الوجه الأول 10 دقائق على بين ما استوى وتحمر. بعدين بقلبه على الوجه الثاني. ماشي، بدي هالمرة أتركه 5 دقائق، ما رح ياخذ أكثر من هيك لأنه استوى، بس أنا بدي إياه يكون تحمر مزبوط. وحبيت كمان أنبهكم على الطبقة اللي بتنشأ تحت الشيش طاووق بعد الشوي. تمام، هاي بنصحكم إنه بعد كل دفعة بتقيموا فيها، بس يعني الدفعة اللي بتستوي من شيش طاووق، نظفوا على طول الطبقة هاي اللي بتصير. ماشي، حتى بعدين ما تغلبكم في التنظيف. أنا غلطت إنه ما كنت أنظف أول بأول، يعني كنت مثلا بس تجهز أرجع أحط دفعة جديدة بدون ما أنظف الطبقة هاي، فبعدين غلبتني كثير في الشوي في تنظيف القلاية. فحبيت أنبهكم بس. هون شايفين ما شاء الله دهنا الخبز ماشي في التتبيلة اللي أنا طبختها. وبعدين بدينا نرتب قطع الشيش طاووق أو أسياخ الشيش طاووق اللي جهزت عندي بهذا الشكل. وراح تشوفوا الآن المنظر النهائي. امسكوا أنفسكم. هذا المنظر النهائي، طعم رهيب صراحة، عن جد بتحدى فيه أكبر المطاعم إنهم يعملوا بهذا الشكل. تمام، وما أخذ معنا وقت كثير. طريقة إعداد سهلة جدا وسريعة، خصوصي للأمهات العاملات، للشباب العزابية، للي ما عندها فرن. فبنصحكم، وكمان من جوا والله زي الزبدة ما شاء الله، رهيب جدا. فجربوها ورح تدعوا لي، لأنه عن جد الطعم ما شاء الله خرافي. خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله إنه يكون عجبكم فيديو خفيف لطيف. إذا عجبكم المحتوى ادعموني بالاشتراكات والمشاركات واللايكات والتعليقات، وإن شاء الله يا ربي إنه فيكم ومعكم بإذن الله تعالى راح تكبر هالقناة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.